بيبدأ فيلم النهاردة بغابة كبيرة وكان فيها كوخ صغير، ساحرة صغيرة وبتلعب ومبسوطة، وكان معاها غراب وهو اللي كان بيعلمها السحر وبيساعدها. كانت بتعمل تعويذات غلط ولسه ساحرة صغيرة وضعيفة. عملت تعويذة الرياح والمطر والسما مطرت معالق، زعلت وسابت الغراب ودخلت على الكوخ. الغراب دخل وراها وبيقول لها عارف انك زعلانة عشان عايزة تروحي حفلة الساحرات ومحدش قدم لك دعوة. وكانوا الساحرات العواجيز بيعملوا حفلة رقص كل سنة اسمها بروكن ماونتن. بيقول لها انت لسه صغيرة وعندك 127 سنة، الحفلة دي للساحرات الكبار في السن، خلي عندك صبر اكيد هيبعتولك في يوم من الايام. قالت له لا انا هروح في السر من غير ما حد يشوفني او يعرفني. قال لها غلط، لو اتمسكت هيحرموك تروحي هناك طول عمرك. في الكوخ القريب منهم كان في ولد وبنت صغيرين من البشر، وكانوا برضو بيتكلموا عن حفلة السحرات في الغابة. جولي قامت بالراحة وما سمعتش كلام الغراب وهتروح على الحفلة. اتسحبت بالراحة وطلعت ركبت المقشة بتاعتها، وفي الطريق وصلت على الحفلة والسحرات كانوا بيرقصوا ويغنوا ومبسوطين. كانت مذهولة وفرحانة ومحدش اخد باله منها. دخلت وسطهم ورقصت وبتلعب، وهي بترقص عمتها الشريرة شافتها، قالت لها ايه اللي جابك، ممنوع ان انت تيجي هنا. مسكتها وبلغت عنها وقالت لهم دي بنت اخويا. السحرات اتلموا عليها وعرفوا انها صغيرة في السن. كبيرة الساحرات وصلت وقالت لها ازاي تتجرئي تيجي هنا، امشي دلوقتي حالا قبل ما اعاقبك، لو عايزة تحضري السنة الجاية لازم تبقي ساحرة شاطرة. الساحرات ما كانش عاجبهم وبيقولوا لسه بدري عليها. الساحرة الكبيرة قالت هنعمل لها اختبار ولو نجحت هتحضر السنة الجاية. ادوها كتاب كبير جدا عشان تذاكر وتحفظ التعويذ. كانت مستغربة بس قالت هذاكر واحفظ وميعادنا بعد سنة. عمتها الشريرة بتقول بس لازم نعاقبها برضو على اللي عملته النهاردة وكسرها للتعليمات، هناخد منها المقشة السحرية بتاعتها وتروح مشي عشان تتأدب. اخدت منها المقشة ورمتها وبقت مضطرة تمشي 3 ايام على رجليها. شالت الكتاب ومشيت وكان تقيل جدا والموضوع صعب. تعبت ووقعت وقامت واستحملت لحد ما وصلت الكوخ بتاعها. قابلها الغراب وسألها كنت فين، وحكيت له على كل اللي حصل وعلى اللي عمتها الشريرة عملته، وقالت له ان الكتاب فيه اكتر من 7000 تعويذة ولازم احفظهم كلهم، بس لازم كمان انتقم من عمتي العجوزة الشريرة. بترسم خنزير وبتقول لازم اخلي شكلها كده ولازم كمان اخلي عندها ديل. قالها الغراب لو عايزة تنتقمي لازم تذاكري وتبقي ساحرة قوية. ابتدت تذاكر فعلا وتتعلم وتجرب التعويذ. عملت تعويذه خلت الغراب طلع له ودان كبيره. بيقول لها شيلي الودان دي، قالت له شكلها حلو عليك. حاولت تشيلها بتعويذه تانية طلع لها ودان هي كمان. طلعت الغابه وكان في ناس بيدوروا على خشب عشان يجمعوه مش لاقيين. عملت تعويذه الرياح عشان تساعدهم والشجر يوقع الفروع، وطبعا كانت طيبه وبتحب تساعد البشر وده كان ضد قانون الساحرات. بعد ما الفروع وقعت جه ظابط وقال لهم ما تاخدوش حاجه من هنا. راحت عليه وقالت له سيبهم وخلي عندك رحمه. قال لها مستحيل، محدش هياخد حاجه من هنا، ده ممنوع. بصت له وعملت تعويذه وقال لهم خدوا اللي انتوا عايزينه، والسله هتبقى تقيله عليك انت كمان هشيلها انا. شالها ومذهول وبيقول انا بعمل كده ازاي. طارت وركبت هي كمان على السله ومشوا. الستات الفقراء لموا الخشب وكانوا فرحانين. روحت على البيت وحكت للغراب على اللي حصل وقال لها تمام بس خلي بالك حد يشوفك او الساحرات تعرف. عايزك كمان دايما تسمعي لصوت ضميرك عشان تعرفي الصح من الغلط. نزلت القريه وكان في ولدين بيكسروا حاجه الناس وفيهم واحد زقها وقال لها مالكيش دعوه. سابتهم ودخلت على السوق في وسط الناس وكانت مبسوطه. كانت رايحه تشتري مقشه مكان اللي ضاعت منها، وهي بتشتري الاولاد جيرانها كانوا موجودين. اشترت المقشه واشترت لهم حاجات حلوه، حطتها في جيوبهم من غير ما يشوفوها. وهي ماشيه واحده بتبيع ورد ومحدش كان بيشتري منها، شمتها وخلت ريحه السوق كله حلوه، والسوق كله شم الريحه وبيقولوا الورد ريحته سحريه، والكل اتلم عليها عشان يشتري. مش مصدقه والولاد بيقولوا الورد ما بيخلصش مهما باعت منه. طلعت بره تركب المقشه والبنت طلعت وراها وشافتها. روحت وكانت زهقانه وبتقول هعمل شويه تعويذ. الغراب قال لها لا النهارده الجمعه والتعويذ ممنوعه. الاولاد الصغيرين كانوا في الغابه وشافوا الكوخ بتاعها وراحوا خبطوا عليه. طلعت لهم بتقول لهم انتوا تايهين، قالوا لها اه. دخلتهم وجابت لهم عصير، والبنت بتقول لاخوها مش هي دي الست بتاعه السوق؟ قعدت وبتقول لها هو انت ساحره؟ الولد بيقول لها لا طبعا، رفعته بالكرسي بتاعه. الغراب بيقول لها النهارده الجمعه بلاش تعويذ. مش مهتمه بكلامه وعماله تلعب معاهم تعويذ وسحر، والاولاد مبسوطين وهم بيلعبوا. الباب خبط وفتحت وطلعت بره عمتها الشريره وبتقول لها جيت ابص عليكي. دخلت وبتقول لها بتذاكري كويس ولا لا؟ الاولاد استخبوا وبتقول لها قافله الستاير ليه؟ بصت شافت الترابيزه متشعلقه، قالت لها انت بتعملي تعويذ يوم الجمعه؟ بتكتب ملاحظاتها وبتقول لها شم ريحه حد غريب هنا، شم ريحه بشر، خلي بالك ممنوع علينا معامله البشر. قالت لها لا ما تخافيش ما بعملش كده. قالت لها تمام همشي بس عيني عليكي. الولاد طلعوا ماشيين وبيقولوا ساحره شكلها حلوه وطيبه. عمتها شافتهم وخافوا وطلعوا يجروا. فتحت الكتاب وابتدت تركز وتذاكر، كل يوم مذاكره وتعويذ وعمتها بتراقب. خرجت وراحت عند اطفال وكانوا بيلعبوا في التلج، لعبت ورقصت معاهم ونفس الطفل بيغلس عليهم. جمدته في مكانه مش عارف يتحرك، الكل بيضحك عليه وشكله فظيع. زعل وقام مشي وهي زعلت عليه وراحت وراه تراقبه، وعمتها برضه كانت بتراقبها. الولد قابل ابوه كان بيزعق له وبيعامله وحش. بعد ما ابوه مشي راحت له وقالت له بيعاملك كده ليه؟ احكي لي وهساعدك. قال لها ابويا بيلعب قمار وبيخسر وانا بخبي فلوسه عشان ما يلعبش. ابو الولد راح على المكان اللي بيلعب فيه وجولي بتراقبه ومعاها الولد.
بوظت له اللعب وخلت صحاب المكان يطردوه بره وقال له ما تجيش هنا تاني. الولد راح لابوه قال له يلا نروح، قام معاه وقال له انا اسف على كل حاجه، انا مش هلعب تاني. مشوا مع بعض وكانت فرحانه وعمتها بتقول بقى قابليني لو حضرت الحفله. روحت البيت لقت الغراب عامل حفله وبيقول لها عيد ميلادك النهارده، كملتي 128 سنه، وكان حاطط لها 128 شمعه. الصبح طلع وبتقول السنه عدت بسرعه وميعاد امتحاني بكره. الباب خبط وطلعت لقت عمتها وبتقول لها انا هنا بامر من رئيسه الساحرات، امتحانك النهارده بعد نص الليل. ميعادها جه وراحت على مكان السحرة، بتقول لها مستعده للاختبار، قالت لها اه. عملت التعويذ وكانت بتجاوب صح وسحرها شغال. عملت تعويذ تانية والساحرات مستغربين، وطبعا عمتها كانت زعلانه. الساحره الكبيره قالت لها نجحتي في الاختبار، فرحت، بس عمتها قالت لها عندي اثبات انها كسرت القواعد، وطلعت المذكره وقالت على كل اللي هي عملته ومساعدتها للبشر، وطبعا كان بالنسبه لهم جريمه. كل اللي هي عملته بالنسبه لعالم الساحرات كان غلط، وقالوا عليها ساحره سيئه، وقالوا لها مالكيش مكان معانا. قالت لهم لا انا ساحره شريره صدقوني. قالت لها الساحره خلاص حولي الاولاد اللي كانوا معاكي لصخرتين، معاكي مهله لحد بكره الساعه 12، ولو ما عملتيش كده مش هيبقى عندك قوه سحريه مدى الحياه. بتقول مفيش حاجه تانية اعملها اي حاجه غير كده. محدش رد عليها ومشوا. روحت والغراب بيقول لها الاطفال مالهمش ذنب. قالت له ما ينفعش ارفض، لازم اعمل كده. قال لها لا لازم نعاقبهم وناخد منهم القوه السحريه. بتقول له كل ده غلطك، انت اللي علمتني اعمل حاجات كويسه، كان لازم ابقى شريره. عمتي كان عندها حق وفتحت له الباب عشان يخرج. راح وخرج وبيقول لا دي مش انتي. قاعده وحزينه وبتفكر وقررت تحول الاولاد لصخره. نزلت على القريه والاولاد الصغيرين كانوا بيلعبوا. عمتها قابلتها وقالت لها لو ما عملتيش كده انا هحولهم، خليكي عارفه. راحت البيت عند الولد والبنت وكان شكلها حزين. بصت لهم وبتعمل تعويذه والاولاد خافوا. ركزت وقالت مش هقدر. طلعت مسحوق سحري عشان يحمي الاولاد من تعويذه عمتها لانها مش هتسيبهم. طلعت بره وعمتها بتقول لها شكلك اخدتي قرارك، وسابتها ومشيت. روحت البيت وبتقول لنفسها الساحرات مالهمش اي قيمه من غير الكتب بتاعتهم. طلعت الكتاب بتاعها وجالها فكره. بتدور على الغراب وبتنادي بس ما ردش عليها. بتقول انا اسفه انا محتاجالك. الساحرات في الغابه والساعه 12 دقت. ظهرت جولي والساحره بتقول لها ما نفذتيش المهمه. عملت تعويذه قويه والهواء اخد المقشات بتاعتهم واحده ورا التانيه، والتعويذه بتجيب كل كتب السحر. الكتب كلها على الارض عشان تولع فيهم. الغراب ظهر وبيقول لازم اروح اساعد. السحرات بيقولوا عايزه ايه من الكتب بتاعتنا. عملت تعويذه واخدت منهم السحر. كلهم بيحاولوا ومفيش سحر شغال. بتدور على الكبريت عشان تولع وكان وقع منها في البيت. حاولت تولع بتعويذه لكن ما اشتغلتش. عملت تعويذه تانية والساحره الكبيره بقت ضفدع. تعويذه كمان وبقوا كلهم ضفادع. الكل اتحول لكن عمتها مستخبيه. الغراب وصل وكان معاه الكبريت. بتقوله انت بقالك 100 سنه ما طرتش، انت جازفت بحياتك، سامحني انا بحبك. راحت عمتها وعايزه تاخد كتاب. شافتها جولي وبتقول لها انا عمتك واحنا اصحاب. بصت لها وضحكت وبترمي عليها تعويذه. اتحولت لكائن غريب، ودي الرسمه اللي جولي كانت رسمها لعمتها من زمان. صغرت وبقت قد الضفادع. راحت جولي وولعت في كتب السحر. عملت تعويذه تانية ووصلت عند الاولاد. تعويذه موسيقى والحيوانات راحت تحتفل، رقص وغنى، وجولي الطيبه مبسوطه. روحت على بيتها وعملت تعويذه وجابت زبيب كتير من اللي الغراب بيحبوا. اكلوا وفرحوا وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.